التعزيزات العسكرية التي تدفع بها المحاكم الإسلامية إلى جبهة دينوناي الصومالية ما زالت تتواصل. مزيد من الأسلحة والمقاتلين يصلون تباعا من مقديشو إلى المنطقة الاستراتيجية التي تبعد نحو 30 كيلومترا جنوب بيضاء. أهمية هذه الجبهة تكمن في تضاريسها الجبلية العالية، وهي منطقة ستشكل السيطرة عليها خطرا محدقا يتربص بالحكومة الانتقالية في بيضاء. المحاكم الإسلامية تقول إنها خاضت معارك شرسة مع القوات الإثيوبية على هذه الجبهة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والمعدات، وعرضت بعض الوثائق والمقتنيات التي تقول إنها لجنود إثيوبيين. المنطقة التي قاتلنا فيها القوات الأثيوبية كما تظهر لكم هي بين بيدوى ودينوناي، وهي ليست أرضا أثيوبية بل أرض صومالية. المحاكم الإسلامية التي تنامى نفوذها هذا العام كانت قد أمهلت القوات الإثيوبية أسبوعا للانسحاب من الصومال، وهددت بشن هجوم واسع إن لم تستجب لدعوتها، إلا أن أديس أبابا لا تزال تنفي نشر قواتها في الصومال وتقر فقط بإرسال مدربين عسكريين. بعد معارك عنيفة قبل يومين تشهد الجبهة الأمامية في دينوناي هدوءا حذرا، بينما حشد المقاتلين فيها لا يزال مستمرا. عمر الفاروق، الجزيرة، دينوناي.